يا الله على المنظر اللي ورايا ده، مش مشهد من فيلم، اللي ورايا ده مكان اسمه. اهلا بكم في الشخلوبة. جزيرة صغيرة موجودة في قلب واحدة من أكبر بحيرات مصر. جزيرة جزء من قرية مليانة عجايب. ارخص من هنا 5 جنيه. يلا يا رجال 270 جنيه. 270. قرية الشخلوبة تابعة لمحافظة كفر الشيخ في أقصى شمال مصر. الشخلوبة مركز سيدي سالم، محافظة كفر الشيخ، تحرير. أول ما وصلت قرية الشخلوبة حسيت إن المكان ليه روح مختلفة. مفيش بيت هنا إلا ليه علاقة بالصيد. المهنة الأساسية الصيد، والصيد ده بيترتب عليه كل الجماعة اللي شغالين في البلد عندنا، من بقالة، من حلاقين، من فاكهاني، من أي حاجة، كله شغال على الصيد. الصيد لما في الصيد مش ده كله مش هيشتغل. دي بالنسبة لي يا جماعة من أغرب عادات الصيد اللي أنا شفتها، بطريقة متعبة جدا جدا. يعني هو ممكن يقعد من الساعة 6 الصبح يعني لحد العصر. ممكن تبقى سمكة كبير وممكن تبقى سمكة صغيرة، بس السمكة الكبيرة بقى يبقى أمه دعيان. يعني إيه؟ دي رزقه، بياضة، قرموط، قروصة، يعني هو ورزقه. يعني شوف مكتوب له إيه؟ يعني خلي بالك الواحد مش عارف اللي هي إيه الصال، بس يوم يجيب سمكة من دمت يعني تحس إن هو يعني واكل دي كروم. تعالوا نعرف ليه القرية دي اتسمت بالشخلوبة. الناس اللي قدام اللي هم اكبر مننا بيقولوا اللي هو ايه الشخلوبه ديت، يعني ايه، كان في سمك اسمه الشخلوبه، وطبعا اتسمت على اسم كده. وطبعا احنا طبعا برضه صغيرين ما نعرفوش زي الجماعه الكبار يعني. ودانا في البحيره اهو بقالنا 50 سنه في البحيره. بيوت مبنية فوق المية، البيوت على اليمين وعلى الشمال زي ما انتم شايفين ورايا، حاجة خيال. لما انت بتكون ماشي في بحيرة كده وتبص تلاقي بيوت على يمينك وبيوت على شمالك، يعني بيوت على البحيرة على طول مباشر، المراكب زي ما انتم شايفين. بعد ما استكشفنا كل تفاصيل القرية، دلوقتي هنبدأ نتحرك جوه الجزيرة. عشان تشوفوا واحد من أروع المناظر اللي ممكن تشوفها في حياتكم. يا الله على المنظر. وصلنا جزيرة الشخلوبة. ازيك يا عم علاء؟ زحلك عليه. عامل إيه؟ الحمد لله. نور الدنيا والله. نبدأ أول حاجة بشاب النعناع الأول عشان نظبط إيه الناس بتوعنا. لازم تحب تعمل واجب للناس بتوعك. ليه بقى؟ لما تبص الدكتور لما بشوفهم هم بيشربوا الشاي احس ان انا شربت انا الشاي. المشكله بس تجيبهم هنا عشان تخليهم ايه، مثلا واحد زهقان ولا واحد متضايق وبيجي هنا وفض ايه زهق، ولا مثلا عاوز يجيب حد حبيبه، واحد صاحبه، اهله، بيخلي هنا قضي الجو جميل. يعني جو جميل ازاي بقى يستمتع مش اكتر. يعني هو عاوز يشوف الدنيا دي، عاوز يعرف ايه حكايه جزيره الشخلوبه. الجزيرة اللي أنا واقف فيها جزيرة صغيرة، حوالين منها المية من جميع الاتجاهات، وورايا مبنى اللي هو القديم ده. الناس بتيجي هنا تفصل عن العالم الخارجي، بيجوا يقعدوا هنا راحة نفسية مش طبيعية. تعالوا هوريكم المكان من جوه وهنتكلم المكان ده كان ايه زمان. المبنى قديم جدا، يعني بص يا جماعة السقف هنا واقع. يعني المكان ده يا جماعة بقاله سنين. بصوا تعالى هوريكم برضو ايه الفيو بتاع الجزيرة. يا الشجرة دي بقالها سنين. بصوا
المكان ده يا جماعه كانت حلقه وصل ما بين الصيادين زمان. الحلقه دي كانت حلقه سمك، حلقه صيد. الناس تشتغل وتجيب سمك تبيعه فيه، تاخد السمك من هنا وتعديه في المراكب توديه الشخلوق. وكانوا بيبيعوه هنا على الميزان، ما كانش في مزاد ولا كان في مزاد طالع هنا ولا حاجه. كانت حلقه سمك وكانت فيها كل حاجه. كان فيها دكان هنا في البقاله، كان فيه كل حاجه واحنا كنا بنبيعه فيه. الصيادين دي كلها كانوا بيبيعوا فيه. جبنا السمك بقى بتاعنا الجميل من البحر. عم علاء بقى تعمل لنا احلى شويه سمك. بسم الله. احلى شويه سمك شبور. يلا بينا. بسم الله. الاجواء هنا يا جماعه عالميه. بصوا يا جماعه، راحه نفسيه مش طبيعيه. في وسط الاجواء الحلوه دي قعدنا كلنا، ولما بسيطه بس مليانه روح حلوه، وكانت دي احلى لقمه كلتها في حياتي. رز احمر مثلا وسمك مشوي. احنا بنعمله ايه؟ الطباق. ممكن نعمل الطوار ده مدفون. ماشي. رز صياديه ده ايه؟ ده بلطي. بلطي. وده شيبسي. ماشي. طبعا البلطي ده يعني مؤاخذه يا جماعه، اتهرب في الشوربه شويه، معلش مؤاخذه. انا كنت عايز اطلع السمكه زي ما هي طبيعتها كده عشان خاطر اللي يشوفها ياكلها ايه، يحس ان مفيش حاجه ناقصه. بسم الله. كده يا باشا. بص يا باشا، تمسك الفص دي تعمله كده ورا بعض، تعص ايديك تلزق. ده اللي انا عاوزه. الله عليك. معلش مفيش طبق. بصوا يا جماعه، والله الاكل جامد جدا. الاجواء يا جماعه عالميه. يعني تخيل احنا جزيره في نص البحيره، بس الاجواء عامله ايه؟ الاجواء جميله فيها. بس يا جماعه انت بتيجي هنا تمام، بتعمل الاكل. حاج علاء بيعمل الاكل هنا على الجزيره، بيظبط لك الدنيا، بتقعد بتفصل عن العالم الخارجي حرفيا، راحه نفسيه مش طبيعيه. خلصنا اكل وظبطنا الدنيا. انا بنصحكم يا جماعه، اي حد عايز يفصل عن العالم الخارجي يعني على ضمانتي يجي المكان اللي انا موجود فيه. انا اكتر مكان استريحت فيه نفسيا حرفيا. ايه الجمال ده حاج علاء؟ صح. ايوه. تعمل ايه؟ تعمل ايه بقى؟ بنعمل شاي بعد الاكل. بصوا يا جماعه، انا بنصحكم اي حد عايز يجي جزيره الشخلوبه مع الراجل الطيب ده. بص هيفضل معاك لحد ما تكون مبسوط ومش محتاج اي حاجه. المكان هنا يا جماعه عالمي، زي ما انتم شايفين الاجواء عالميه. انا مبسوط ان انا موجود هنا النهارده. في طريقنا للمزاد، المكان اللي الصيادين بيبيعوا فيه سمكهم بعد يوم طويل في البحر. شايل محمد 1100 الصلاة على النبي هتوزع حاجة بسيطة. الصيادين بتنزل من بدري، تنزل تصطاد السمك وبتجيبه على المزاد، والتجار كل واحد من البلد بيجي بيعطي على المزاد، واللي بيجي على بيرسى على العطا بياخد السمك، والمعلم بيوديه على العربيه، والتجار بتتلك سمكه، وكل واحد سافر على بلده. احنا في طريقنا يا جماعه دلوقتي الحنه. حظنا حلو ان في حنه النهارده في القريه. علاء قال لك ايه، تعالى نروح الحنه. فين الحنه ده يا علاء؟ أنا عند الكبرى على طول. شوف عند الكوبري. هي دي اللي ماشيين يا جماعه. مش عارف ده حنه ولا فرح في القريه. نشرب عصير. عامل ايه؟ ربنا كرمنا كده في القريه في حنه النهارده. الحنه ده علاء؟ دي حنة العروسة. حنه العروسه. بكرة بقى دخلة العريس. بكره الدخل. طب يلا بينا ندخل كده عامل ايه؟
طب نروح نجيب شاي. الشاي يجي لك حد عندنا. والله بس كده ماشي. الشاي يجي لك بس ايوه طب ليه طيب؟ عالسو تسلم تسلم يا نجم. صورت السجين انا صورني هناك شاي وكل حاجه. هيجي لك دلوقتي. وانا شاي وعصير مانجا انا عايز العروس والعروسه جايين امتى؟ بعد العشاء. بعد العشاء. بتاع ده بيتهز. عايز وده كان استكشافنا لقرية الشخلوب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة عشان ما تفوتش أي مغامرة جديدة، واستعدوا للمغامرة اللي جاية أقوى وأغرب بكتير.